مساء السعادة. وصفتنا النهاردة سكر زيادة. هقولك الوصفة بتاعتي النهاردة لو تبقى منك شوية عصير كده على الفطار هتعمل ايه. وصفة النهاردة بقى تحسسك برمضان رمضان. هنا بقى هتحسي بطعم وريحة حلويات زمان بمكونات سهلة جدا وبسيطة، واتبقت معاكي كمان على الفطار. والحلو النهاردة هحتاج العصير المتبقي مني. عاوزين بقى نستغل اي حاجة متبقية مننا، مش هنرميها. ولو ما تبقاش مننا عصير اتحداكي تقومي دلوقتي تعملي العصير المهلبيه اللي هنعملها النهارده. معايا هنا 5 كوبايات من قمر الدين، سواء اتبقوا منك او هتعملي. ولكل كوبايه من العصير او قمر الدين لو مش متحلي هضيف معلقه من السكر، وماده الربط هتبقى معلقه من النشا. يبقى انا هنا ضفت 5 معالق كبار هرميه من النشا، وعليهم كيس من الفانيليا. وزي ما قلتلك العصير بتاعي كان مسكر، كنت محلياه. هنا اللون بتحسيه جرب معاكي شويه كده بالبلدي يعني، ما تقلقيش. قلبي على البارد مقاديري مظبوط، وارفعيهم على النار مع التقليب المستمر. وهنا لو استنيتي شويه ممكن النشا تكتل معاكي في الارضيه، فحاولي ان انت تقلبي يمين في شمال وشمال في يمين لحد ما تحسي ان الخليط كله بقى ناعم بالشكل اللي انت شايفاه. وهنا بقى كل ما اقلب كل ما احس ان القوام تقل معايا وبقى شفاف، واللون بدأ يبقى جميل معانا. وهنا بقى ريحة مهلبية قمر الدين بتبدأ تملى المكان. مجرد ما احس ان الخليط بقى شفاف ولونه ظهر معانا بالشكل القمر اللي انت شايفاه كده، خلاص المهلبية بقت جاهزة معايا. شايفين بقى قوامها كريمي وهايلة، مش محتاجة ان انت تضيفي لها لون، لونها جميل جدا. في اول الحلقة او في اول الفيديو كانت المهلبية شكلها مش لطيف، لكن دلوقتي لما اترفعت على النار واستوت معانا بقت هايلة. على فكرة لو عندك جيلي ممكن ان انت تقدمي نص الطبق قمر الدين والنص التاني جيلي، وممكن تعملي مهلبية بيضة وتضيفي نص مهلبية بيضة ونص قمر الدين. السمك بتاعها هايل، طعمها روعة بجد بجد. اتحداكي لو عندك عصير هتقومي تعملي الوصفة دي، قدميها بقى في اطباق اللي انت تحبيها. هنا بقى اكون قدمت لك الفكر، وحضرتك بقى هتقدمي ابداعاتك وفنك الجميل. لو وصلت بقى لهنا وشايفه ان الفيديو اقتصادي وموفر، يا ريت ترفعي لي الفيديو بلايك او ديسلايك، واللايك وشير، وتمني لي من قلبك الخير عشان يوصلك مني وصفات كتير. خلصت بقى وغرفت في الاطباق بتاعتي. الفيديو بتاعي بجد بجد ما اخدش مني اكتر من 5 دقايق. الوصفة بالنسبة لي كانت سهلة وبسيطة واقتصادية، وقدمتها في 10 دقايق. شايفين بقى المهلبية كريمية جدا ولونها هايل، طعمها تحفة، هتعجبكم جدا. تزيين بقى لو عندك جوزة الهند، عندك سوداني، عندك اي حاجة تقدري ان انت تزين على الوش، ولو قدمتيها برضو كده مفيش اي مشاكل. انا هنا كان عندي ب15 جنيه سوداني فجبت شويه، شايفين حبه صغيرين خالص مش كتير، وبايدي الهون ودقدقتهم، وبدات ان انا اوزعهم كده في نص الطبق. بيدوا طعم جميل جدا وبيدوا شكل اجمل. خلصت وصفتنا، وزي كل فيديو لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحبوا بعض. استنوني بقى في فيديو اقتصادي وبسيط وموفر كمان.